يدعو 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 ما يلقى استجابة مثل ما هو يبي، يوقف دعاء. يسمع أن الاستغفار من أسباب إجابة الدعاء، يستغفر يستغفر يستغفر، يمل، يقول ما لقيت أنه في إجابة للدعاء مع أني استغفرت شهر كامل. يوقف استغفار. ليه طيب توقف دعاء وتوقف استغفار وأذكار وصلاة؟ وقفتهن ما استفدت شيء، ما استفدت شيء. يعني هو كان يتعامل مع الموضوع كما لو كان خطاب مرفوع إلى أحد المسؤولين، ما نفذ المسؤول الطلبات الموجودة في الخطاب، خلاص ما استفدت شيء. فهم غلط. الله تعالى أمرك بالدعاء ووعدك بالإجابة. كيف يجيبك؟ متى يجيبك؟ أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله تعالى أعلم وأحكم. أصلا لماذا يأمرك الله تعالى بالدعاء وأنك تتقرب إليه بالاستغفار والأذكار هذه؟ ترى عشانك أنت، عشان تصلح حالك، يعني تتنقى تترقى تسمو. إذا صرت تستغفر كثير فأنت تلقائيا ستجتنب كثيرا من المعاصي. تستحي أنك مثلا ترتكب معصية وأنت تردد مع المؤذن، ما تجي يعني. ترى الله تعالى قادر أنه يعطيك أي شيء تسأله مباشرة. قل إن الله قادر على أن ينزل آية، لا يعجزه شيء. ولكن من رحمته بك، الدنيا ترى عند الله ما تسوى جناح بعوضة، ولذلك من رحمته بك يريد منك أنه يكون دعائك هذا سبب في أن حالك تصلح وأنك تترقى تقترب منه أكثر حتى يحبك، حتى تكون مكافأتك في الجنة أعظم بكثير بسبب هذا الدعاء وهذه الحاجة اللي تسأل إياها. يقول الله تعالى في الحديث القدسي في صحيح البخاري: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أنت إذا دعوت واستغفرت، أنت عندك شيء معين فتدعو وتستغفر وتصلي عشان الشيء هذا، تتعود على هذه الأعمال فتقترب من الله تعالى، تقترب وتترك كثير من المعاصي، تتقرب. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته